عندك بصلايه ونص صدر فرخه وكوبايه من المكرونه المسلوقه. تعالي بقى اعملي لهم كميه كبيره، هتوفر عليكي فلوس كتير، كمان هتبقى جاهزه معاكي في اي وقت انتي مستعجله فيه وعايزه حاجه سريعه. يلا نبدأ. اول حاجة انا معايا هنا نص صدر فرخة قطعته قطع صغيرة زي كده، كمان بصلاية قطعتها قطع صغيرة، وكوباية المكرونة. هحط كل ده مع بعض في الخلاط، هفرمهم بقى مع بعض في الخلاط فرم ناعم بالشكل ده كده. هحط عليهم كمان معلقتين من البقسماط الناعم، وبعد ما هقلب هشوف هو محتاج بقسماط ناعم تاني ولا لا، على حسب الخليط اللي معانا. هحط بقى التوابل، 7 بهارات وبهارات فراخ. لو عندك كمان مكعب من المرقة ضيفيه، بيفرق جدا في الطعم. بعد كده حطيت بقى توم باودر وبصل باودر والبابريكا ورشة كده من الجنزبيل البودر. كمان حطيت بقى الملح والفلفل الاسود. هضيف عليهم بقى كمان معلقتين من الزبادي، واقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. بس بقى لقيتها لسه مش متماسكة مع بعض، عشان اقدر ان انا اشكلها، فهزودها شوية بشوية كده من البقسماط الناعم لحد ما الاقيها ظبطت معايا، عشان ان انا اقدر اشكلها. يعني تقريبا زودتها معلقتين كبار تاني من البقسماط الناعم لحد ما بقت معايا بالشكل ده. افرد بقى كيس تلاجة واحط عليها خليط الناجتس اللي احنا عملناه، احسن بكتير من اللي احنا بنجيبها من الشركات، وانضف، تعمل معاكي كمية حلوة قوي من نص صدر فرخة. كمان هتنفعك بقى قوي وقت المدارس واي وقت فيه انتي مستعجلة وعايزة حاجة سريعة كده، تخرجيها من الفريزر وتحمريها على طول، تكون جاهزة معاكي في دقايق. حطيت بقى كيس تلاجة من فوق وفردتها بالنشابة بالشكل ده، تتفرد معاكي بكل سهولة. بصوا، مش عايزينها ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، يبقى سمكها كده وسط. هقطع الاطراف عشان مش مظبوطة، وهلمها وهبقى افردها تاني واشكلها برضو. اقطع بقى كده بالسكينة، وده اسرع تشكيل للناجتس، في ثانية كده هتلاقيكي عملتي كل الكمية في دقايق. بصوا بالشكل ده نقطعها نفس الشكل اللي احنا بنجيبه للناجتس. بقت غالية جدا، هنعملها في البيت بكميات كبيرة بالشكل ده. طريقة اقتصادية هتعمل معاكي كمية كبيرة، واهم حاجة ان طعمها بجد تحفة، حاجة هتأكليها لأولادك وانتي مطمنة ان انتي اللي عاملاها، وعارفة انتي عاملاها ازاي، انضف واوفر بكتير من اللي احنا بنجيبها من بره. ده كده بقى اشكل كل الكمية اللي فضلت معايا بنفس الطريقة، وهنشتغل بيها على طول، مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة تجمد ولا اي حاجة. بصوا بقى اشكل برضو الكمية التانية بنفس الطريقة، مش هتاخد معاكي وقت خالص، هتبقى معاكي بالشكل القمر ده. تقدري بقى تكبريها تصغريها زي ما تحبي، المقاس اللي انت تحبيه او الحجم اللي انت هتحبيه اعمليها وشكليها زي ما انت ما تحبي، هتطلع معاكي تحفة. بعد كده معايا طبق هحط فيه شوية من اللبن وبيضة، وطبق تاني بقى هحط فيه شوية من البقسماط الناعم، واحط كمان عليهم معلقتين من الدقيق، معلقتين كبار من الدقيق. واحط كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. هقلب بقى خليط البيض باللبن مع بعض، واقلب كمان البقسماط والدقيق مع بعض. اقلب بقى البقسماط والدقيق ده كده طبقة، هنعمل طبقة من البقسماط والدقيق مع بعض. بعد كده هنحطهم في البيض. كمان معانا طبق هنحط فيه كريسبي. انا الكريسبي ده فرماه ناعم شوية في الكبة، لان هو بيبقى خشن شوية، فانا فرماه كده نص فرمة في الكبة عشان ينعم معايا وتبقى الطبقة سميكة كده على الناجتس.
نحط بقى الناجتس الاول في الدقيق والبقسماط، وبعد كده اخرجها على البيض باللبن. واخر طبقة معانا هي الكريسبي، دي تقليبة حلوة كده في الكريسبي عشان الطبقة معانا تبقى محملة كده وتديكي قرمشة، بجد هتبقى معاكي رهيبة. بعد كده طاسة على النار، احط فيها شوية من الزيت وابدأ بقى ان انا احمرها، احمر شوية كده اوريهولكوا، والباقي هشيله في علبة في الفريزر على نار بقى متوسطة عشان تستوي معانا من جوه، ما تتحرقش بسرعة من بره وتبقى من جوه لسه ما استوتش، هي اصلا ما بتاخدش وقت. اسيبها بقى لحد ما تاخد لون من تحت كده واقلبها على الوش التاني. اول ما الاقيها بدأت تاخد لون كده هطلعها على طول. بصوا بالشكل ده، عايزه اقول لكم هتبقى مقرمشه جدا وبجد طعمها تحفه. بصوا لونها عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اجيب علبه واحط فيها كيس تلاجة وارص فيها قطع الناجتس. بصوا عملت معانا كميه كبيره ازاي، من نص صدر فرخه بس. اهم حاجه ان ما بين كل طبقه وطبقه احط كيس التلاجة، رصيتها بالشكل ده واقفل عليها بكيس التلاجة واحط طبقة التانية. تقدري بقى تعمليها بكمية اكتر من كده وتقعد معاكي في الفريزر، تنفع معاكي غدا وعشاء، سندوتشات المدارس، اي وقت انتي مستعجلة فيه، بصراحة منقذة في اي وقت. عايزة اقولكوا طعمها بجد تحفة، مقرمشة وطعمها حلو جدا من جوه. نعملها بقى كده في سندوتشات، نحط كمان شوية من الكاتشب، هتبقى رهيبة. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا متنسوش تحطولي لايك، لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا. شكرا لكل حد بيكتب لي تعليق حلو، ربنا يجازيكم كل خير وبحبكم جدا.